وتكملة في سلسلة الحلويات الصحية. علشان ما نحسش بملل نحاول دايما نعمل وصفات مختلفة. شارك معاكم النهاردة أكواب المكسرات بالشوكولاتة والكاكاو الخام، طعمها بجد تحفة، جربوها وهستنى رأيكم. دي محضرة الطعام بتاعتي، وابدأ احط المكونات. هم 10 تمرات بدون نواه، كوباية من الزبيب، اي مكسرات، و3 معالق كبيرة من الكاكاو الخام اللي مش عليه سكر، ونص كوباية من زبدة الفول السوداني. وهخلط المكونات دي كلها مع بعض، وحطيت كمان رشة من الملح. هنفضل نخلطها لحد ما نضغط عليها كده، وبعدين هبدأ ان انا اشكلها كرات. الكمية دي تقريبا هتعمل معايا 7 كرات، حجمهم كبير يعني. هبدأ الفهم ده سوداني مكسراه ناعم. نبدأ نضغط كده على كرات المكسرات دي لحد ما يمسك فيها السوداني، ونحطها كده في اي صينيه. والتجويف اللي انا بعمله ده عشان احشيها شوكولاته دارك 85% مسيحاها في الميكرويف. هحطها كده في التجويف اللي انا عملته، بتدي طعم جميل جدا يعني. معلقه صغيره، وممكن كمان لو عايزين نضيف زبده فول سوداني مع الشوكولاته الدارك يبقى طعمها جميل. وبعدين هدخلها التلاجة تقريبا 10 دقايق، الشوكولاته بس تمسك نفسها. وده شكلها كده بعد ما طلعت من التلاجة، الشوكولاته كده مسكت نفسها على كرات المكسرات. وطبعا هحتفظ بيها في علبه تلاجة. مهما اوصف لكم بجد قد ايه طعمها خطير مش هتتخيلوا. هي مكوناتها استخدمناها قبل كده في حلويات صحيه كتير جدا قبل كده، فدي كده اوبشن كويس جدا لو احنا عايزين ناكل حاجه صحيه في الصيف. طبعا الشوكولاته الدارك مخليه طعمها خطير، بس الشوكولاته الدارك كده بتديها اوبشن زياده كمان. ولو عجبتكم الوصفه ما تنسوش تعملوا لي فولو.